فنجان للضيف، فنجان للكيف، وفنجان للسيف، رمز الشرف والعهد. من أول يوم القهوة كانت رمز الكرم بكل بيت عربي. فنجان القهوة بيجي قبل السؤال، قبل الكلام والسلام، وقبل كل شيء. الضيافة العربية تبدأ بفنجان قهوة. في البادية القهوة العربية تتقدم بثلاث فناجين، فنجان للضيف، فنجان للكيف، وفنجان للسيف، رمز الشرف والعهد. أما بالمدن فالقهوة صارت علامة الترحيب، وما في زيارة تبدأ من دونها. هي لغة غير مكتوبة بتقول أهلا وسهلا، بيتنا بيتك. وحتى بالعالم كله القهوة صارت لغة عالمية للترحيب، وصرنا نشوفها بالمكاتب، بالبيوت، وحتى بالأماكن العامة. ولما تقدم فنجان قهوة كأنك عم تقول خلينا نحكي. وقهوة حسيب نمت من قلب هالثقافة، لأنها مو بس نكهة، هي عادة كرم ودفى تجمع الناس حول هالفنجان. وانتو خبرونا، شو هو أكتر موقف تتذكروه ارتبط عنكم بفنجان القهوة؟ زيارة أو لقاء أو مصالحة؟ خبرونا بالتعليقات. خلص فنجاننا لليوم، لاقونا بكرة بفنجان جديد.